السلام عليكم خوتي وخواتاتي. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم الحليوه ديالي ديال الريشموند اللي كتحمق، كتجي غزاله مع جميع الاسرار ديالها والنجاح ديالها. توجدوها بصحه وراحه لوليداتكم لعائلاتكم ان شاء الله، وكتعطي كميه اللي هي زوينه والطريقه جد سهله وناجحه ومضمونه باذن الله. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما كتشوفوا معايا المقادير ساهلين ومتوفرين في كل دار ان شاء الله. الحليوه اللي كيحبوها الوليدات وكيحبوها حتى الكبار، وكتجي زوينه ولذيذه ان شاء الله. كما شفتوا معايا درت هنايا نص رابعه ديال الزبده، ودرت عليها كاس ديال السكر كلاصي مع 4 كاس ديال سنيده. تقدروا هادشي كامل تعوضوه غير بالسنيده. انا علاش درت سكر كلاصي وسنيده؟ باش ما تديش ليا وقت طويل في الخدمه ان شاء الله. زدت عليها كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، وكنبقاو كنخدموا هاد الزبده مع الزيت حتى كتخدم مزيان وكترجع لينا بحال الشكل ديال البوماضه. هذا هو سر من اسرار النجاح ديال الحليوه ديالنا اللي كتجي زوينه. كنقولوا لها حنايا محبوبات الجماهير، هذه هي الحليوه ديالنا. وانا الكليان كاملين كيحمقوا عليها وكيحمقوا على المذاق ديالها وداك البنه اللي كتكون فيها. زدت عليها 2 بيضات اللي يكونوا بحراره المطبخ ضروري. وكما كتشوفوا معايا كنعاودوا نخدموا. هذا كنديروا واحد كاس ديال عصير الليمون. سمحوا لي على هذا الكيسان، هذا الكيسان عندي حيت انا اخوتي راه كاينه في المحل، داكشي علاش ما عنديش نفس الكيسان، يعني كنديباني بداكشي اللي قسم الله كل كاس ومنين جاي ما عليناش. درت كاس ديال الليمون، كاس ديال العنبه، ودرت واحد شويه ديال النكهه ديال الفريز. الا عندكم نكهه الليمون حتى هي ديروها، يعني عوضوا نكهه الفريز من نكهه الليمون. يعني هاد نكهه الفريز والليمون كيعطيوها مذاق اللي هو زوين بزاف. درت هنايا الدقيق ديال الفورس، ودرت فيه 2 صاصيات ديال الخميره ديال الحلويات، يعني من 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وكنبقاو هكا كنجمعوا الخليط ديالنا غير هكا بشويه بشويه، ما كنحاولوا ما نعجنوش العجينه بحال اللي كتصايبوا الصابلي، كنخليوها في نفس القوام ديال الصابلي. نسيت البنات ما قلت لكمش، ضروري كديروا واحد القبيصه ديال الملحه في العجين ديالكم، وكديروا حتى النكهه الفاني باش كتجيكم الحليوه هكا منسمه مزيان وبنينه كتحمق باذن الله. صافي كورتها كما شفتوا معايا ودرتها في الفران، طابت من الفوق ومن التحت كما كتشوفوا معايا. كتجي غزاله وخفيفه من الداخل ما شاء الله، اللهم بارك. وصافي هادشي اللي كاين. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نزينوها. شوفوا معايا كيفاش كتجي هشيشه وخاويه بحال الشكل ديال الكيكه. كتجي زوينه وطريه ان شاء الله. تجربوها وترجعوا عليا ان شاء الله في التعاليق. شفتوا كيفاش كتجي كتذوب في الفم كتحمق ما شاء الله. بالنسبه للتزيين ديالها انا كنستعمل الكونفيتير، اي كونفيتير تقدروا تستعملوه، يعني اللي كيكون خفيف خاص بالحلويات. كنزيدوا فيه واحد نص كاس ديال الزهر باش كيخفف لينا هكا شويه، وكنعاودوا ندفيوه الا كانت عندنا الحلوه بارده. وكنديروا الكوك من طبيعه الحال. الكوك حتى هو تكون نوعيه جيده باش نحصلوا على النجاح ديال الحليوه ديالنا. وهذه هي الكميه اللي خرجت ليا. انا كنديرها هكا في الطويصات، كنعبر بالرابعه باش كنبيعها. ودعوا معايا الله يسخر ليا والله ييسر ليا، وان شاء الله نزيدوا المزيد من لي كوموند ومازال مزيد من الكليان باذن الله، ونتشارك معكم المزيد من الوصفات ان شاء الله.